السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. النهارده يا حبايبي بقى هنعمل محشي كده، ونشوف الطريقة اللي احنا هنعمل بها ازاي. نعمل شوية محشي كده، ورق عنب وهعمل بدنجان برضو، وهعمل كانت بقى شوية رز كده عملتهم بقرنين فلفل، وجايبه ورق عنب كده عملته. ويلا بينا نشوف الطريقه. طبعا انا عملت معاكم الصلصه بتاعه عملت معاكم كذا مره الصلصه بتاعه المحشي. فاحنا ايه، انا هعمل الصلصه مش هصورها عشان انا كنت عاملاها معاكم، عملتها كذا مره، فاحنا مش هنصورها بقى مع بعض كده. ايه، هبقى عاملاها بس مش هصورها. وطبعا كلنا عارفين الصلصه بتتعمل ازاي. بنجيب البصله وبنحط عليها سمنه ولا زيت زي حسب ما انت عايزه، وبتحمري البصله، وبعدين لما تحمر بتحط عليها الطماطم ولحد ما تستوي. جبت بقى يا حبايبي ورق العنب اهو، زي ما انتم شايفين كده. ورق العنب ده ورق عنب اللي هو البناتي ده، اللي هو ورقه الصغيره الطريه ديت. حطيت ميه سخنه كده في الحله وعملته. كنت غسلته طبعا الاول، وحطيته كده الصف في المصفى، وبعدين كنت رصاه كده على الصينيه. وبعدين ايه، ابتديت بقى اسلقه. سخنت ميه، والميه اما سخنت حطيت بقى، بقيت احط الورق يا دوبك تتك عليه كده يغطس في الميه السخنه، وتروحي شايلاه على طول. ورق العنب ما بيطولش، يعني مش زي الورق بتاع الكرنب لحبايبي اللي هم لسه بيتعلموا. الورق العنب هتحطي وتغطسي في الميه وتروحي شايله على طول، ما تسيبوش في الميه زي الكرنب كده وتقلبيه من ناحيه لناحيه. لا، انا كنت رصه كل شويه كده على بعض، وامسك شويه اروح حطاهم في الحله، واتك عليهم بالمعلقه الخشب كده، واروح شايلاهم. وبعد ما شلتهم بقى عشان الجو حر طبعا، وانا مطلعاه من الميه السخنه ومحطوط على بعضه عشان ما يتهريش مني، حطيته كده ايه في طبق، وحطيته تحت الحنفيه كده، وفتحت عليه الميه الساقعه اهو يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده، عشان ايه، الميه السخنه ما تهريش ورق العنب. عشان انا طلعته والجو كان حر والميه سخنه برضو كانت بتغلي، فلو سبته على بعضه هيتهري. فانا بقيت احطه بقى كده ايه، بقيت احطه واغطسه كده في الميه واشيله على طول. وبعدين شلته حطيته ايه في ميه ساقعه عشان الورقه تبقى جامده كده وناشفه معاك وحلو، ما تبقاش مهريه يعني. يا حبايبي شطفته مره واتنين وتلاته لحد ما الورقه بقت ما بقتش سخنه كده، الورقه بقت حلوه كده معايا وخلاص. وسبته بقى ايه، وغسلت الرز اللي احنا هنعمله اهوت، غسلته كده كويس اهوت. وكنت جايه عامله الصلصه بقى ومجهزاها. طبعا كلنا عارفين بقى الصلصه بتتعمل ازاي، وانا قلت لكم دلوقتي عايزه بقى تحطي معلقه هريسه على الصلصه وهي بتستوي حطي. عايزه تحطي، بس انا جبت معلقه هريسه اهيت زي ما انتم شايفين كده، وحطيتها على الصلصه. بس كانت الصلصه استوت، وكنت حاطه لها بقى الملح بتاعها طبعا، وكنت حاطه لها الحاجه بتاعتها. جبت بقى معلقه الهريسه كده وقلبتها على الصلصه بتاعتنا، وغسلت الرز، وكنت منقيه الخضره بقى، غنقيت الخضره كده برضو وغسلتها وخرطتها كده، كنت موضبه كل حاجه جنبي يعني. جبت الخضره كده ايه، وغسلت الرز وصفيته من الميه، طبعا صفيه من الميه خالص عشان ما يبقاش في ميه. وجبت الخضره كده حطيتها على الرز، وفضيت عليها الصلصه اهيت. والصلصه كنت حاطه عليها معلقه هريسه كبيره، وكنت حاطه برضو الطماطم كنت فارمه معاها قرن فلفل احمر كده جامد برضو. وتحطي بقى التوابل اللي انت عايزاه، عايزه تحطي فلفل حطي، عايزه تحطي كمون حطي، عايزه تحطي بهارات حطي، اللي انت عايزاه وبتحبيه حطيه. يعني اللي انت بتستريحي في اكله وكويس معاكي وبتحبيه حطيه. واهم حاجه عندي في المحشي الثوم، انا المحشي لازم احط عليه ثوم. كنت جايبه بقى رستون كبيره كده حلوه كده، قشرتها ودقيتها، ورحت جايه برضو حطها ايه على المحشي. وطبعا بقى قلبت كل الخلطه بتاعتنا دي كلها كده على بعضها. وايه، وجبت بقى الحله دي مكانها الصلصه، كنت انا عامله فيها الصلصه، وفضيت الصلصه على الرز. وجبت الحله دي بقى عشان ديت الحله دي اللي انا هحشي فيها، اللي انا هعمل فيها المحشي. ما عنديش بقى ايه، كنت ورق الكرنب ببقى افرشه في ارضيه الحله دي، ما عنديش بقى حاجه افرشها في ارضيه الحله. وكنت نسيت وقطعت اللي هو العيدان الخضراء بتاعت الخضره ديت. انا باخد الورق وبرمي العيدان، فكنت قطعتها ورميتها. فما عنديش حاجه احطها في ايه في ارضيه الحل. اعمل ايه بقى، جبت بصلايه كده وخرطتها طرنشات طرنشات كده، وبقى ابتديت ارصها كده في الحله جنب بعضها.
وكنت جايبه بقى ليمونه، ورق العنب طبعا بيحب الليمون، كنت جايبه ليمونه كده ومقطعاها طرنشات برضو، وحطيتها برضو في ارضيه الحله مع الايه، مع البصل، وابتدي بقى احشي واحط عليه اهو يا حبيبي زي ما انتوا شايفين كده. هتحطي ليمونه وتحطي بصلايه، لو انت ما عندكيش حاجه هتحطي عندك الخضره وتقطعي، تاخدي الورق بقى واللي هو العنقود اللي هو الاخضر ده بتاع اللي هو العيدان الخضره ديت، تحطيها برضو في ارضيه الحله لما بتستوي، بتعمل ريحه كويسه اللي هي بتاعه الكزبره وبتاعه البقدونس وبتاعه الشبت. المحشي لازم يتحط له الثلاث حاجات، الكزبره والبقدونس والشبت، لازم تحطي الخضره الثلاثه. اه يا حبايبي بقى كنت رصيت البتاع ده البصل، وحطيت عليه ليمونتين كده، قطعت ليمونه طرنشات كده برضو رصيتها عليه، والخلطه بتاعتنا كنت قلبتها في الرز وكله قلبته على بعضه، وده ورق العنب بقى. ابتدي ايه الف بقى، فانا مش هصور بقى وانا بلف عشان ايه انا قاعده لوحدي، مش هينفع الف واعمل واصور. اه يا حبايبي ده ورق العنب اهوت. فطبعا انا حشيت معاكم المحشي كذا مره، الف بقى المحشي واخلصه، وبعدين ايه هبقى اوريكم بقى الحله وانا بعد ما اعملها بعد ما احشيها. اللي وصل بقى معايا لحد هنا ما ينسينيش باللايك والشير واشترك في القناه، واللي ما يعرفنيش انا قناه وصفات طبخ فلاحي مع ام مريم. يا ريت ما تنسونيش باللايك يا حبايبي كده، وتقول لي تكتبوا لي كده كومنت حلو كده، وتقول لي ايه رايكم في المحشي بتاعنا النهارده. كنت جايبه بقى فرخه كده ايه، اغسلها بقى وانقعها كده وانضفها. انا بغسل الفراخ بنقعها في ملح وفي ليمون، وبغسلها بدقيق، ونقعتها كده ساعتين 3 كده. الفرخه كنت لسه جايباها، وبعدين نقعتها ساعتين 3 كده وغسلتها ونضفتها زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. الفرخه بيضه زي القشطه ازاي بيضه زي القشطه اهيت. تغسليها كده وتنقعها في ملح وفي دقيق، وبعدين تغسليها بقى بليمون برضو، وطبعا تشطفيها بقى بميه نضيفه كده. وبعدين ايه كنت انا حاطه ميه تسخن على البوتاجاز، وحطيت فيها بصلايه، وحطيت فيها ورق رورو، وحطيت فيها فلفل اسود، وحطيت ملح، وحطيت الفرخه بقى بتاعتنا تستوي كده. وكانت الفرخه استوت بقى، والمحشي اهوت زي ما انتم شايفين كده. كنت حشيت وخلصت ازوده بقى، جبت الشوربه بتاعتنا كده، وبقيت ايه ابتديت ازود المحشي بتاعنا. اه يا حبيبي زي ما انتم شايفين كده اهو كده زودته هو كده خلاص، مش هنحط له بقى حاجه تاني خلاص كده. هنغطي بقى الحله ونسيبها ايه تستوي براحتها. كنت جبت بقى شويه بدنجان كده قورتهم برضو، وبقى شويه رز. قمت جايبه قرنين فلفل، وقلت ايه اعملهم بقى. عملت برضو اللي هو القرنين الفلفل اللي على وش الحله دولت، وعملت حله البدنجان الصغيره دي، وزودتها برضو كده هيت، وحطيتها على البوتاجاز ايه تستوي زي ما انتم شايفين كده يا حبايبي. انا كان عندي اصلا الباذنجان ده، كان عندي الباذنجان اللي هو الاسود دوت، وكان عندي فيه ابيض برضه، وكان عندي فلفل. فلما بقى من ورق العنب البتاع ده الرز، عملت الباذنجان وعملت المحشي ده. وكده بقى كان المحشي بتاعنا استوى يا حبايبي اهوت، وفرخته اهوت. واللي ايه رايكم بقى في المحشي بتاعنا ده؟ الورق العنب اهوت، وده الباذنجان، وده الفلفل، ودي الفرخه بتاعتنا ايه كنت طلعتها كده وحمرتها وقطعتها كده 4 وحطيتها على وش الصينيه بتاعت المحشي. ويا رب المحشي بتاعنا النهارده يعجبكم. ما تنسونيش بقى باللايك والشير واشتركوا في القناه، وقولوا لي ايه رايكم بقى. والف هنا وشفا للي يشوف، والف هنا وشفا للي ياكل، وكل سنه وانتم طيبين يا حبايبي، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.